كيف كل شو الأخبار؟ صارتكم بألف خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو غريب جدا. بعمركم شفتوا حدا بيعمل حفلة طلاق؟ يعني بعرف الناس بتعمل حفلة زواج. المشكلة مو بس انه مثلا حفلة خلص يلا عنا حفلة يلا نروح عليها حفلة طلاق صلى الله وبارك، لا افلام يعني ومسلسل. والله العالم كلها صارت يعني تقريبا مقتنعة شبه انه هي تمثيلية. للي مو فهمان عن شو نحن عم نحكي اليوم، عم نحكي عن دكتور فود وشروق وحفلة طلاقهم، مو زواجهم، حفلة طلاق. من فترة هذا صار عليه كيف بدي اقول لك قضية وانه الحين حبس. وانحبس؟ ما بعرف هو انحبس، هو طلع هلا عم برا عم يتحاكم انه هو طليق. اوف يا لطيف. فبظن عملوا هذا الفيلم ليغطوا على حادثة السجن. شلوني معكم؟ حركات المحقق كونان. بحس انه ربنا خلاني انفلونسر مش عبثيا، وانه كل اللي قطعت فيه هو حيكون شيء لشيء جاي لقدام كتير كبير. انا صوتك يمكن انت مش قادرة تحكي وتعبري. خيفانة على الاولاد، خيفانة تفشلي لاول مرة او لتاني او لثالث مرة. انا مالي زعلانه غير على الاولاد اللي رايحين بين الرجلين. بينما صراحة هو الفشل اللي بتعيشيك اليوم هيدا هو الفشل. خوفك حيضيع لك عمرك، يمكن تنقتلي، يمكن تتشوهي، يمكن تنشلي. for what؟ عشان الرجال نرجسي ناقص مش مربى. عن جد استفزاز. ما بعرف، انا شايفه يا لطيف يعني. قلبي من أغلاط وتعلم إني أرجع. هاي الغنية اللي نزلتها بمناسبة الطلاق. يعني دكتور فوت كان يسوي فيها كذا. وعيشت قلبي بجهنم. شوفي، لا اله الا الله. حفلة طلاقي بلشت. تعالوا لأرجيكم البروسس. أول شي بدنا ننقي الانفيتيشن كارد ونبعتها للعالم. يعني عاملة كأنه عرس. Hi Sunshine, how are you? بالي أعمل my divorce invitation. Divorce? بدي إياها تكون my new beginning. بدي تستعملي لي صور كتير حلوين لإلي. We can do design that you want. هي مصدومة يا حلو. تعزمنا. Kind of dream that can't be so. We were right till we weren't. اعملوا منشن للاكس تبعكم بالكومنت، واكثر 10 كومنتس حيجيبوا لايكس حيكونوا معزومين في الديفورس بارتي تبعتي. شوف هاي شو كاتبة، أطفالهم بكومنت مع قلب مكسور. والله الأطفال ما بيهمهم هدول، هاي المصاري هلا اللي عم تطلع على التيك توك من ورا هالضجة هاي تبع الديفورس، تحطهم بأحسن مدارس تعيشهم أحسن عيشة، يكبر الولد وبنسى. يلا بلش العد التنازلي لحفلة طلاقي، واليوم حنختار 3 فيميل دي جيز ليكونوا معنا بالحفلة. أسماء الدي جي اللي تواصلوا معنا صارت هون. حلو والله، عاملة محتوى المخلوقة. الألوان المسموحة في الديفورس بارتي هي البينك والأبيض للبنات، وأكيد الأسود للشباب. الشباب معزومين. شو ما بيعملوا ديفورس يعني الشباب بيعملوا ديفورس. قلبي من أغلاط وتعلم إني أرجع. لا كلكم على هالفنانة. حبيت إنه تحت. نعم انا حابه الفستان بصراحه. ياي شو عجبني كيوت. يعني. حلو هيدا للحركة. ياي هلا طلعت باربي عن حق. رح بيع خاتم زواجي لاشتري لكم خواتم ذهب طب ما نكبل لبسكم بحر اياها هنا؟ بحفلة طلاقي. يعطيك العافية. لا هداك مشهد تمثيلي ايناس، شو بكي يا الله شو قلنا دبي. 3.75 قد ايه بيسوى؟ 10,000. بحق هيدا الخاتم بدي تعطيني 10,000 دولار؟ خواتم ذهب لوزعها على الصبايا يلي جايين على حفلة الطلاق تبعي. ياي كيوت. انا ما عامل. والله حلوه الفكره اللي عم تعملها، فكره جديده مبروك صار. للاندبندنج وومن. ما حلوه؟ ما حبيت. والله حبيت انا. وين حتكون الديفورس بارتي؟ حسيا، ونحن حد البحر على طول. بداية الجديدة حتكون هون حيكون الويلكم درينك، وهون حنرقص كلنا سوا. بدي الدانسرز يكونوا بالهوا عم يرقصوا وبالمي كمان. هلا طلع يهدي. هات لنشوف تهديد ودوا دكتور للعالم فوت حدا يروح. سانشاين. واضح شو اهداف الحفله، بدنا نرجي كل نسوان الكره الارضيه انه دكتور فوت سيء. لازم كلكم تعرفوا يا نسوان. هلا اللي بدي اقوله شغله وحده، بدي اقول لكل الانفلونسر اللي رايحين على شو دخل الانفلونسر؟ شو اسمه، اذا بشوف حدا منزل ستوري عنده او اي فيديو، ما تنسى انا دكتور فوت.
رح ضلني وراك لاخر عمرك. اسمعني، بدي اقول شغله لصاحب يا المشروع. ماما بطل تروح. اذا هذا الحفل ما بينتهي، انا عندي قوتي على السوشيال ميديا من هلا لموت، رح ضلني اقول للعالم انه هذا المنتجع استقبل اوسخ سهره بتاريخ الدول العربيه واثرت على كل المجتمع الدول العربي، وصار اسباب طلاق بسبب هذا المحل. ليه محسسني انه رئيس دولة؟ ما فهمت. دكتور فوت شبك حبيبي؟ شبك هذا دليل تستحي على انت شو؟ محكوم مؤبد، تستحي من الدكتور. هذا دليل على شو؟ طعام. هذا دليل على ايش؟ والله شكلهم متفقين. على فبركة. ايه تذكروا انتم رايحين على الحفله انه حنا ويوسف وقت يكبروا ويصير عمرهم 18 و20 سنه ويشوفوا فيديوهاتكم كيف انتم مبسوطين وعم تضحكوا وعم تسكروا، رح تكونوا السبب بضحكتكم باذيه اطفال بعدين. ما تنسوا هذا الشيء. هي رواق، اي حدا بيطلق، كل اثنين بيطلقوا عادي، رواق، كل الدنيا مطلقه اخي، كل واحد بيروح بطريقه. يا اخي قد ما يكونوا الاثنين سيئين مع بعض، اخي خلينا نعتبر هذا الاحتمال، هالقد نحن سيئين، خلص انفصلنا كل واحد بطريقه، خلص انا بكمل حياتي وجو اهيد كملي حياتك. فانا اليوم اذا بدي افكر بالطريقه اللي عم بتصير انه خلص كان هذا الموضوع كله سوا كرمال شويه شهره. طلقها طلقنا وشه منور نفسه مفتوحة مش زي الأول. أبو كرش يصون ولا أبو عضل ويخون. دكتور فود بفيديو على فيسبوك طلق شروق. طلقنا يا اخي خلص ما في نصيب اشمع. بلشنا حركات استعطاف ومسرحية وأفلام هندية، والطلاق مش بالسهولة دي في الديانة المسيحية. فاجأة حتجذب العالم العربي كله. عموما زتت الخاتم وبتوصل رسائل للي فاهم. شو جنسياتهم؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات. هو لبناني مبين من لهجته بس هي يمكن سورية او ما بعرف لبنانية كمان، والله ما بعرف. أنا وهيدا الإنسان هذا قديم لما طلعوا هيك عم يتخانقوا. وكتركتا. اوف قديم هذا. ايش القصة بلشت بفاصوليا، كملت بخيانة، قضية مخدرات، حكم مؤبد، طلاق وغنية بعنوان ما بنكسر. قصة انفصال الثنائي المشهور صارت مسلسل كامل على السوشيال ميديا، وكل حلقة صارت أكثر من اللي قبلها. قصتهم بلشت بفيديوهات أكل وطبخ، سفر، هدايا، إعلانات وضحك قدام الكاميرا. بعدين اجت أزمة الخيانة سنة 2024. يلا ارجع، أنا تعبت، أنا ماشي حافية. طلعوا ماشي حافية، جوزي ممشيني حافية والله. ليه ماشيك حافيه؟ روحي تعال. اسم كاتركسا، دموع شروق وركضة وراهم حافية، اتهامات، نفي، رجعة ومصالحة. يعني من البداية حياتهم الخاصة كانت عايشة قدام الكاميرا. ب 16 تموز محكمة جنايات جبل لبنان أصدرت حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج ديب المعروف دكتور فود، وبحق متهمين تانيين بقضية تصنيع وتهريب المخدرات. الحكم ضمن 120 مليون ليرة وتجريده من الحقوق المدنية. ومن جهته نفى هالاتهامات وقال انه في حملة ممنهجة لتضرب اسمه وسمعته وشغله. بعد الحكم شروق عملت انفولو لدكتور فود، شالت الصور وشلحت الخاتم. وبعدين اعلنت عن حفلة طلاق كبيرة مع دعوات، ديكور، مسابقة للمتابعين وغنية بعنوان ما بنكسر. واللافت انه الفيديو كليب ما كان بس غنية عن الانفصال، المشاهد بتوحي بقصة امرأة عاشت الخوف والعنف وقررت تكسر الصمت وتطلع من العلاقة. هلا حفلة الطلاق مقررة ب 11 آب. تحضيرات حفلة طلاقي بلشت تحت شعار الحرية والبدايات الجديدة، مع دعوات خاصة، ديكور وتحضيرات، ومسابقة بتسمح لبعض المتابعين بحضور الحفل. وهون الناس عم تسأل عن جد كل هالشيء اجى بالصدفة؟ فما في دليل انه الثنائي عم يعمل الضجة ليغطي على الحكم. طلقنا لا والله هي خلص ما في نصيب اشمع. بس النتيجة واضحة، العالم انشغلت بحفلة الطلاق أكثر من الحكم المؤبد، وهيدي يمكن تكون أغرب نقطة بالقصة كلها. حتى النهاية ما كانت نهاية، صارت موسم جديد عندهم ولا والجمهور اللي عاش معهم الخيانة، الانهيار، المصالحة والرجعة قدام الكاميرا. اليوم عم نشوف طلاق. بتعرف الحق على مين؟ على الناس، على العالم اللي عم تتابع، علينا، على العالم اللي عم تعطيهم أهمية علينا. انت لانه تابعتي وانا تابعت واني تابعوا. قد ما العالم تابعتهم فشو صاروا يطلعوا فايرل فيديوهاتهم، فاجباري صارت توصل للعالم. انت حطي حالك محل اي عالم، انت اي حدا العالم عم تحكي عليه، حطي حالك محل اي حدا من اللي عم يتابع، عم تشوفي هيك بدك تكمليه. شو هالجنان؟ هي حفلة طلاق، هي شو هذا شو يعني شو في يعني العالم صارت مصدقة انه هاي تمثيلية وما زالت مستمرين. الفيديو صار 2 ساعة تسجيل ولسه في ردة فعل العالم على حفلة الطلاق. فإذا بدكم جزء ثاني كتروا لي فيديوهات على هذا الفيديو واكتبوا لي تحت بالكومنتات حابين يكون في جزء ثاني لردة فعل العالم على
حفلة الطلاق. بتقولي لي لايكات مو فيديوهات. لايكات، واكتبوا لي تحت بالكومنتات انه عبالكم يكون في جزء ثاني. وانتم شو رايكم بهالشيء اللي عم بيصير؟ هل هو تمثيليه هو عن جد؟ واذا عن جد يعني هل بيصير هذا؟ انت شو بتقولي تمثيليه؟ تمثيليه. انا بقولها عن جد بس لخالفك الراي. لو انكم وصلنا هذا الفيديو، اذا حبيتوا حباب لايك بليز اشترك، وبنشوفك ان شاء الله فيديو جديد. باي.